الواد ده كفاءه يا باشا، مين الواد ده؟ لو عندك برد ابعد خالص عن اي نوع سمك، وكمان اوعى تاكل زبادي، وابعد عن اللبن وكمان البيض. تعال اقول لك بقى الحقيقه بتقول ايه. مفيش حاجه اسمها ان السمك او اللبن او الزبادي بيزودوا البرد، بالعكس ده اثبتت الدراسات الحديثه كمان ان السمك ده مليان اوميجا 3 اللي ليها دور مهم جدا في الجهاز المناعي. ده غير كمان وجود الكالسيوم والمغنيسيوم اللي موجود فيه. ده غير كمان ان الاوميجا 3 دي بتقلل من اي التهاب عندك. انما الزبادي بقى حلو جدا جدا للمناعه، ويستحسن لو تاخده وانت كمان عندك برد. واللبن مفيش منه اي ضرر لانه مليان بالكالسيوم، مفيد جدا في العظام. انت يا زين ما اخترت يا زين. خلي بالك انك تمنع في الفتره دي اي نوع من انواع الكافيين، سواء كان قهوه او نسكافيه، لانهم بيضعفوا المناعه جدا. وكمان اي دور برد يجيلك دور على الحاجات اللي تزود مناعتك اكتر وتخلي جسمك قادر انه يدافع عن نفسه ضد الفيروسات. وما ينفعش يكون الدواء هو اول حل تلجا ليه. وكمان خليك حريص انك تمنع المنتجات دي لو عندك اصلا حساسيه. كده تكون خلصت خرافه النهارده. استنونا في خرافات جايه كتيره، وسلام عليكم.